السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا بقى النهاردة نعمل خلطة جميلة جدا. تقدري تعملي بيها القرنبيط، البطاطس المحمرة، المسلوقة المحمرة زي البانيه كده، جميلة جدا، هتستفادي منها، جميلة جدا. طريقة جميلة جدا. معانا هنا شبت وكزبرة وعودين 2 بقدونس، من كل حزمة نصها كده بالظبط. وهنغسلهم ونقطعهم زي ما شفتوا كده. يا ريت في بداية الفيديو كده تدعوا لأمواتنا بالرحمة، وادعوا لإخواننا المستضعفين في فلسطين بالنصر كده إن شاء الله، وادعوا لمرضانا بالشفاء إن شاء الله. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا هنا أنا حطيت الخضرة، قطعتها بعد ما غسلتها، قطعتها زي ما انتم شايفين كده، حسب الكمية اللي انتوا عايزينها، حسب عدد أفراد الأسرة. وممكن تشيلوها في الفريزر، تعملوا بكمية كبيرة وتشيلوها في الفريزر، بتبقى جميلة جدا. تكيسوها كده أكياس وتشيلوها في الفريزر. تمام. معانا هنا الخضرة، حطينا عليها 1.5 كوباية من دي أو 2 كوبايات دي، على حسب يعني هو احنا هنعجنها معاكم، وهتشوفوا القوام بتاع العجينة في الآخر. أنا ما حددتش المية قد إيه، بس أنا بوريكم القوام بتاعها هيبقى معانا في الآخر قد إيه. يعني القوام بتاعها تقيل خفيف كده يعني. أنا هنا حطيت الخضرة وحطيت عليها الدقيق، وهنضيف البيض زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. صلوا على النبي كده واذكروا الله، اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنضيف كله على بعضه، يعني كده ميكس على بعضه، هنقلبه. تطلع في الاخر عجينه كده، لا هي طريه قوي ولا هي جامده قوي، وتنفع معانا زي ما قلت لكم يا حبايبي. قرنبيط، تعملوا بقى القرنبيط زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. نشيلها في الفريزر، نطلع منها يعني على قد كده، على قد ما نعمل، وهنحط ونقلب البطاطس او قرنبيط. ونحمره ويبقى جميل معانا جدا، ويبقى جاهزه معانا يعني ان احنا نشتغل فيها. جميله جدا، يا ريت تجربوها. ولو عجبتكم كده ما تنسوش اللايك للفيديو واشتراك بالقناه، مطبخ قناه عبده. تنوروني يا حبايبي. بصوا كده انا حطيت كله على بعضه، ولما بحتاج بقى كوبايه ميه، كوبايه ونص ميه، حسب الكميه. يعني انا خدت 2 كوبايتين دقيق، خدت كوبايه ونص ميه، وممكن اكتر. تمام. انا هوريكم قوام العجينه دلوقتي يبقى معانا عامل ازاي. حطينا هنا 5 بيضات، حطينا فلفل اسود، كمون، ملح، شطه، والشطه دي حسب الرغبه. وحطينا كمان كركم، من كل حاجه معلقه معلقه. وحطينا 3 معالق نشا، معالق اللي هي معلقه مليانه هرميه كده، او معلقتين. تمام. النشا بيساعد على قرمشه الحاجه، القرنبيط او البطاطس. ونعمل الخلطه دي، نقلبها كده تماما زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. تقليبه حلوه قوي. وهتشوفوا القوام، لو احتاجنا دقيق بنحط دقيق، ولو احتاجنا ميه بنحط ميه. بس اهم حاجه ان احنا نحط، لو احنا مش عندنا دقيق كتير، نحط الميه تدريجيا حبه بحبه لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. لا هو تقيل اول، هو خفيف قوي، تبقى معانا مناسبه. لانها لو كانت خفيفه قوي، هتيجي نحط البطاطس في الزيت او القرنبيط الخلطه دي هتسيب في الزيت، مش هتمسك ولا تعمل كفر كده على الحاجه اللي احنا حاطينها. تمام. فلا هي طريه قوي ولا هي جامده قوي. خير الامور الوسط، زي ما انتم شايفين كده يا حبيبي. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي كده واذكروا الله. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. تبقى معانا الخلطه قوامها زي ما انتم شايفين كده يا حبيبي. اللهم صل على النبي. جميله جدا، تنفع معانا ان احنا نعملها في الفطار في البطاطس، او في القرنبيط برضك، يعني تبقى معانا الاثنين، ماشيه كده وماشيه كده. وبتبقى في الاتنين جميله جدا يعني، بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه النفس والطعم. انا ممكن نضيف حاجه على حاجه وتطلع الحاجه دي مش طعم ولا فيها اي حاجه، ولا طعم ولا نفس. بس الصراحه ربنا ما حدش كلها الا وشكر لي فيها. جميله جدا يا حبايبي، يا ريت تجربوها. يا ريت تصلوا على النبي كده وتحطوا اللايك. وتابعوا الفيديو للاخر، وحطوا اللايك يا حبايبي، عشان اللايك بيرفع الفيديو، عشان اللايكات عندي واقعه خالص. تمام. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا بحبكم في الله كلكم اخواتي، واكتبوا لي من انهي بلد بتتابعوني. حبايبي بره مصر وجوه مصر، دمتم في رعايه الله يا حبايبي.